ايه الحلوين، اهلا بيكم. هتقدري تعملي 3 ايام فطار في رمضان بالاكل اللي انتوا شايفينه ده، واكل مشبع ويكفي من 5 ل6 افراد من فرخة واحدة. طب ازاي؟ تعالوا نشوف. هنقطع حتة من الصدر مع الجناح، والورك بقطعه 2، وبعمل صينية كبيرة بطاطس بالفراخ مع رز، ودي كانت اول اكلة معانا. نيجي لتاني اكلة، باخد بقية الصدرين، بطلع منهم الحتت اللي تنفع بانيه، اكتر من 10 حتت، باخدهم واتبلهم، وباقي الصدرين بعمل بيهم أكلة تانية. والبانيه أهو بعمله زي الفرايد تشيكن، وبعمل سندوتشات السنجل بتاعة الفرايد تشيكن اللي بنشتريها من بره، ومعاها بطاطس محمرة مع بيبس. شوفوا أكتر من 10 سندوتشات، شوفوا يكفي كام فرد. وباقي الفراخ فرمتهم وحطيت معاهم خضار مع بصل مع بقسماط، وزودت الكمية بتاعتهم. وبصوا رمت معايا قد ايه، ودي كانت تالت أكلة. طبعا الفيديو هنا ما فيهوش كل التفاصيل، لو حابين تعرفوا كل التفاصيل اللينك في أول تعليق.